النجم الشامي اليوم بدي رحب فيك عبر موقع الفن، نحن موجودين بكواليس تصوير كليب جديد لإلك، خبرنا عنه أكثر. حبيب قلبي، أول شي اسم الأغنية جيناك. من كلمات وألحاني كالمعتاد. من توزيع عليان دبس وإخراج جاد رحمة. آه، بتحكي عن قضية أو موضوع نوعا ما شائع بالشرق الأوسط، ألا وهو الثأر، بس بطريقة جديدة وفي من وراها رسالة وهدف بإذن الله، يعني حابين نحكي. خلينا نحكي شوي عن اللوك المعتمد وشايفين هون شطب بحاجبك. يعني لكماليات الحالة اللي عم نحاول نطرحها بالعمل موسيقيا ومرئيا. كمان اليوم إذا فينا نحكي عن الثياب اللي لبسهم، عن السنسال. بعتقد انه شيء نوعا ما مألوف، انا ظاهر فيه من قبل وبيشبهني. شايفني من قبل هيك انت ولا لا؟ أكيد. يعتبر قلبي. حبيبي. بدنا نقول لك كمان ألف مبروك على كل نجاحاتك، كل فترة عم تعمل ترند أقوى من التاني. حبيب قلبي، كتر خير الله. هي الفضل الوحيد لمحبة الجمهور والقبول من الله. وانا عم بجتهد واعمل اللي علي مرئيا وموسيقيا وعلى جميع الاصعدة، وان شاء الله نضل دائما قادرين نطور حالنا. قد ايه هالشي بيحملك دايما مسؤولية انه كل غنية تكون انجح من اللي قبل، وخبرنا كيف قادر تستمر بهالنجاح وهالتألق والتفوق. بصراحة بهالمرحلة ما بقى عم طلع على فكرة النجاح بالرقم، قد ما هو عم بهتم على فكرة. يعني أنا سبق وقلتها. أه زمان كانت يا ليل ويا العين أهم من الشامي، اليوم الشامي أهم من يا ليل ويا العين. فأنا عم بهتم بحالي وعم بهتم بصورتي للجمهور، وعم بهتم أكيد بالأعمال موسيقيا وبانتشارها، ولكن محور الاهتمام وسع شوي. وإن شاء الله يعني يكون في اختلاف اللي أنا حابب أطرحه بالفترة الجاية يبين للجمهور. عادة بتصوير الكليبات انت بتطرح فكرة معينة، قصة معينة على المخرج، ولا لا هو اللي بيطرحها عليك وبتعملوها؟ بعطيه تصوري، يعني بالنهاية لأن أنا كاتب وملحن العمل وأنا حاسه، بعطيه التصور وين. وهو بياخذني للمطرح اللي هو شايفه، ونتشارك الآراء لنوصل للنتيجة الحلوة اللي بدنا إياها. شكرا لك، بدي اتمنى لك كل التوفيق والنجاح.